خرج موسى عليه الصلاة والسلام، خرج موسى من مصر بأصحابه، سار بأصحابه فرارا من فرعون الذي تبع موسى، تبعه بجنده وحده وعتاده وعدته وحديده، بغضبه بحنقه على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، حتى وصل موسى إلى البحر. البحر أمامه، جعل مؤمن آل فرعون يقتحم البحر بفرسه تارة، ينظر هل يمكن أن يسلكه، لا يمكن سلوكه. نظر مؤمن آل فرعون إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال: يا نبي الله، إلى ها هنا أمرت؟ إلى هذا المكان أمرك الله؟ يا نبي الله، إلى ها هنا أمرت؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: نعم، ها هنا أمرت، ها هنا أمرت، ثقة بالله عز وجل واعتمادا وتوكلا على الله في أحلك الظروف وأشد المواقف. يا عباد الله، ها هنا أمرت. لما ضاق الحال، اشتد الكرب وتفاقم الأمر، وأقبل فرعون بجنده وحده وحديده وعتاده بغيظه وحنقه مع قواده، وموسى عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الحال. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وإذا الأمر من الله تبارك وتعالى. جاء الأمر من القوي القادر، جاء الأمر من الحليم العظيم، من الله تبارك وتعالى. يا موسى، أن اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر بعصاه امتثالا لأمر ربه، فانفلق البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال ابن عباس وغيره: انفلق البحر 12 طريقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في أحلك المواقف يأمر الله عز وجل البحر لموسى فينفلق. يا عباد الله، 12 طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه، ثم صار الماء كالجبل قائما بقدرة الله عز وجل. عندها أمر الله عز وجل نبيه موسى ومن معه أن يجوز ببني إسرائيل، فسارع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه، فجازوا البحر فنجاهم الله من فرعون وجنده، نجاهم الله من فرعون وجنوده. سار موسى، عاين أصحاب موسى هذا الأمر العظيم الذي يبهر العقول ويزيد في الإيمان. عندها أراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ليعود كما كان، خوفا من وصول فرعون وجنوده إليه. فلما هم بضرب البحر ناداه الله: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يا موسى، لا تضرب البحر الآن، دع البحر على ما هو عليه. فلما رأى فرعون رأى ذلك، اقتحم بغطرسته بكبريائه، اقتحم البحر. فلما رآه جنده اقتحموا معه عن آخرهم. عندها أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، أن اضرب بعصاك البحر. فضرب بعصاه فعاد البحر أمواجا كما كان من قبل، فابتلع فرعون وابتلع جنده وابتلع العتاد، ابتلع العدد، لم ينجو منهم إنسان واحد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون، حتى قال بعضهم لفرط خوفهم وجهلهم بفرعون، قالوا: إن فرعون لا يموت. قال: فلما قالوا ذلك أمر الله البحر أن يلفظ بفرعون، أن يرفعه، فرفعه الماء، رفعه الله على الماء، فخرج فرعون بدرعه التي يعرفونها من ملابسه. فلما رأوه أيقنوا هلاكه وعلموا قدرة الله عز وجل العظيمة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكل ظالم، آية لكل مجرم، آية لكل باغ إلى قيام الساعة.